حكاية وقصة النهاردة حصلت بالفعل لواحدة جوزها طلقها 3 مرات واتجوزت محلل، والمحلل ده اللي عمله معاها خلاها تنسى جوزها وترفض ترجع له تاني. طبعا القصة دي هناخد منها عبرة ونصيحة قيمة جدا، وكمان هنفهم ان اوقات يبقى اختيار ربنا افضل اختيار. صاحبة القصة بتقول: انا اسمي امل، جوزي طلقني 3 مرات واتجوزت محلل علشان ارجع له تاني، بس اللي حصل محدش هيصدقه. بتبدأ حكايتي ان جوزي اكبر مني ب 13 سنة. معاملته ليا كانت صعبة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. أنا طبعا اتجوزت علشان خاطر ظروف المعيشة بتاعت أهلي، علشان أهلي طبعا كانوا ناس على قدهم، وهو طبعا كان راجل غني ومبسوط. أنا في الأول كنت رافضة إني أنا أتجوز، رفضته بصراحة علشان فرق السن الكبير اللي بينا. زي ما قلت لكم هو أكبر مني ب 13 سنة، والعقلية طبعا مش هتبقى نفس العقلية خالص، وما كانش وسيم قوي. بس أنا طبعا لقيت أهلي متمسكين بيه قوي علشان هو غني، وفي نفس الوقت ما كانش ليه اي طلبات. كان بيقول لهم اللي انتم تقدروا عليه هاتوه، واللي ما تقدروش عليه ما تجيبيهوش، انا هكمله. طبعا عايزه اقول لكم ان اكتشفت ان هو انسان غيور جدا وشكاك بمعنى الكلمه، اصلا ما بيثقش في نفسه خالص. عايزه اقول لكم بقى ان اي حاجه انا كنت بعملها كان لازم يحلفني عليها بدل اليمين 10 مرات. كنت دايما بسأله بقوله: انت بتعمل كده ليه؟ هو انت مش واثق فيا؟ تخيلوا بقى يرد عليا يقول لي ايه؟ يقول لي: انا اصلا ما بثقش في نفسي ولا في اي حد خالص، حتى خيالي انا ما بثقش فيه، حتى الهواء اللي انا بتنفسه انا برضو ما بثقش فيه. فكل شويه طبعا كان بيمنعني من حاجات كتير قوي، يعني كان بتوصل لدرجه ان هو بيمنعني من اهلي، اروح لاهلي ولا اروح لاخواتي او حتى اروح لعمامي ازورهم. بيمنعني حتى ان انا اروح اشتري اي حاجه، منعني من ان انا اروح فرح، من فسحة حلوة، من كل حاجة. كان كاتم على نفسي بمعنى الكلمة، وكان قاسي عليا قوي قوي، يعني ما كانش عنده رحمة. راجل مفتري كان مبهدلني اخر بهدلة، وكل ما اروح اشتكي لاهلي وقرايبي يقولوا لي واقول لهم ان هو مبهدلني وبيضربني وبيعاملني اسوأ معاملة، يقولوا لي معلش اصبري وعيشي وتحملي، علشان هو لو طلقك هياخد كل حاجة، علشان احنا اصلا ما جبناش اي حاجة وما جبناش ليكي اي جهاز خالص، فعشان كده ما كتبنالكيش قايمة ولا أي حاجة. يعني لو طلقك هيطلقك كده ببلاش، وساعتها انت اللي هتبقي خسرتي نفسك، لا منك بنت ولا منك اتجوزتي ولا منك كمان عمرتي في بيت. وكانوا دايما أهلي مشايليني الهم. طيب أروح منه فين؟ ما كانش عندي غير ربنا. كنت دايما بصلي وأفضل أحاسبن عليه كتير قوي وعلى نفسي كمان، وكنت دايما بتمنى ان انا اموت عشان ارتاح من عيشته. والاسوأ بقى من ده كله، يعني كل اللي كان بيعمله معايا ده كوم، واللي هقول لكم عليه دلوقتي ده كوم تاني خالص. اسوأ حاجة انه كان بيعملها معايا في اكتر الاوقات كان بيحلف عليا يمين الطلاق كتير قوي، اكتر مما تتخيلوا. كل شوية يحلف عليا يمين طلاق، ولو اتكلمت معاه يضربني ويرمي عليا يمين الطلاق. اروح للشيخ ويردني تاني، ارجع تاني وفي اي مشكلة ويبقى هو اللي غلطان، يروح رامي عليا يمين الطلاق، وبرضه يروح للشيخ ويردني تاني ويقول لي اصلا انا مبقاش في وعي ولا حاسس بنفسي وانا برمي يمين الطلاق. واوقات كنت بحس ان هو بيعمل نفسه ان هو مجنون، او ان هو في حاجة يعني علشان يطلق في اي وقت واي ساعة، لدرجة ان هو دماغه مفكر ان الطلاق ده اوقات كتير ما بيتحسبش. لكن طبعا انا علشان فاهمة وعارفة ان هو انسان شكاك وانسان يعني ما بيتعاشرش، كنت دايما بقوله: طلاقك ده محسوب، انت ملكش اي مبرر. وبقيت اروح معاه للشيخ اقوله: يا فضيلة الشيخ، هو رمى يمين الطلاق متعمد ان هو يرمي عليا يمين الطلاق، وطلقني المرة الاولى وردني، وطلقني المرة التانية وردني تاني، وكمان التالتة، بس هو ما كانش عايز يعرف حد ان هو رمي يمين الطلاق، وقال لي انا رميت يمين الطلاق التالت وعايز يكدبني. رحت بنفسي قلت للشيخ جوزي رمى عليا يمين الطلاق، قال لي هاتيه وتعالي. قعدت طبعا اتحايل عليه ان هو يجي معايا للشيخ، وهو عارف ان انا ماليش ردة تاني لو الطلقة التالتة دي تمت. كان الشيخ اصلا مخوفه ومنبه عليه وقال له: حاول تمسك اعصابك وتمسك لسانك شوية، لو طلقتها مرة واتنين، التالتة يا حبيبي دي ما فيهاش ردة خالص. فلما بقى هو رمى عليا اليمين التالت بسرعة خاف ان هو يسيبني، ما هو برضو شكاك وغيور بس بيحبني. بس عايزة اقول لكم ان الحب اللي هو بيحبه لي دوت حب تملك، يعني عايز يتملكني، اللي هو حب التعبد، اللي هو انا حاجة ملكه وخلاص.
فاهمين يعني ايه؟ يعني يعمل فيا اللي هو عايزه، يضرب ويهني وكل حاجة، واللي هو في الاخر انتي بتاعتي، انا اعمل فيكي اللي انا عايزه. فلما طلقني الطلقة التالتة خلاص ما عادش ينفع ان انا ارجع له، وطبعا كان خايف ان انا اتمسك بالطلاق، ما هي خلاص فرصة وجات لي لحد عندي، بس كان عارف وواثق ان اهلي مش هيرضوا ان انا اتطلق، علشان طبعا ظروفهم المادية على قدهم، وفي نفس الوقت انا ماليش اي حقوق مادية عنده. وطبعا هو قال للشيخ اني انا لما جيت اتجوزها اهلها قالوا لي ان احنا مش قادرين نجيب اي حاجة، فهو قال لهم لو انتم مش قادرين تجيبوا اي حاجة ما تشيلوش هم، انا متكفل بكل حاجة، بس انا مش هكتب لها اي قايمة، فانا واخدها منكم كده هدية. قال له انت ما ينفعش ان انت ترجعها تاني دلوقتي، دي الطلقة التالتة وخلاص ما عادش ينفع خالص، موضوعك معاها بقى انتهى، وما ينفعش خالص ترجعوا لبعض الا بمحلل. قال له محلل؟ محلل ازاي؟ قال له لازم تعمل محلل يا حلو، وما عادش ينفع ان انتم ترجعوا كده خالص، هي توفي شهور العدة 3 شهور وبعد كده ترجع لك تاني بعد يومين الطلاق، طبعا بعد ما يطلقها. وانا طبعا ما برجحش ابدا المحلل، بس انتم لو عايزين بعض وعايزين كده براحتكم، دي حاجة ترجع لكم. المهم جوزي بعد ما طلع من عنده فضل يقول لي ايوه انا جوزك بقى واحد غريب، طبعا ما انت نفسك في كده، نفسك تسيبيني، انا طبعا استحالة هسيبك ايه؟ لا هسيبك ولا هطلقك ولا اي حاجة. المهم اخدت بعضي واخدت شوية هدوم ليا ورحت على بيت اهلي، وقلت له انا مش هعيش معاك في الحرام. المهم جه مع قرايبه وقعد يتكلم معاهم شوية، وقعد يقول لهم انا لو طلقتها هي مش هتاخد حاجة، ولو هي اتطلقت محدش هيرضى يتجوزها ببلاش، هي حالتها ايه؟ المهم قال لي هرجعك بس نعمل محلل، بس مش هيدخل بيكي، الحل سهل اهو بسيط، بس طبعا بعد شهور العدة هيكتب عليكي يوم وتاني يوم هطلقك وهيبقى في عصمتك، واوعد اهلك ان انا عمري ما هزعلك تاني، وهكتب لك ورقة بكده. اهلي طبعا رحبوا بالموضوع قوي، وهم اصلا ناس يعني مش هقول لكم على باب الله قوي، بس للاسف ضحوا بيا بكل سهولة، الله يسامحهم. قلت لهم خلاص مادام هو عايز كده، رغم ان انا من جوايا رفضاه رفض تام، وقلت اللي يخليني اعيش معاه بالاكراه وبالذل ده، واللي يخليني اعمل محلل واتجوز واحد تاني، يبقى لا اعيش حياتي واكمل نص ديني مع راجل تاني يعوضني ويعوض صبري خير. المهم انا في الوقت ده عدى على جوازنا بالظبط سنتين، مش اكتر من سنتين، ومعايا منه بنت واحدة بس عندها سنة ونص. المهم وافقت على الموضوع ورجعت مع البيت ونمت مع بنتي في أوضة الأطفال، وهو كان بينام في الأوضة بتاعته اللي هي الأوضة بتاعتنا. المهم هو ما اتجرأش خالص إن هو يكلمني غير لما شهور العدة عدت، علشان يعني كلام الناس، وكانوا قرايبي برضو متفقين معاه إن هو يحافظ عليا طول ال3 شهور، يعني ما يعملنيش معاملة كده ولا كده، علشان خاطر ما يبقاش فيها حرمانية. وفعلا قعدت معاه 3 شهور، كان يدوبك أنا كنت خدامة ليه باللقمة، اعمله لقمته واغسل له هدومه وكل حاجة، وما كانش في بيننا وبين بعض اي حاجة زيادة عن كده، كأني خدامة بالظبط. لحد ما في يوم لقيته فاجئني بصدمة عمري، قال لي انا دلوقتي كنت محتار مين اللي هيعمل محلل، بس انا لقيت الحل، وحل سهل وبسيط كمان انسان لا ليه في كده ولا ليه في كده، هيعمل محلل وهيطلع ولا من شاف ولا من دري ولا اي حد يعرف عننا حاجة. قلت له هو مين؟ قال لي ابن اخويا. قلت له نعم، ابن اخوك ازاي يعني؟ ما ينفعش طبعا، وازاي اصلا انت ترضى تجوزني ابن اخوك؟ اما قايل لي هو ده الحل الوحيد اللي عندي، وهو ده الوحيد اللي انا بثق فيه وبعتبره زي ابني بالظبط، وفي نفس الوقت مش هيجيب سيرة بره ولا هيفتح الموضوع ده خالص قدام حد، وهو اكتر حد هأمنه على الموضوع ده ان هو يعمل المحلل، وبعد ما يخلص كتب الكتاب تاني يوم هيطلقك وكل واحد هيروح لحاله. وانا طبعا مالي ايدي من ابن اخويا، طبعا انا جيت ابص لقيت ان ابن اخوه ده قدي، انا دلوقتي عندي 22 سنة وابن اخوه برضه عنده 22 سنة، بس زيادة عني بشهور، مفيش بينه وبينه اي كلام خالص. انا في بيت عيلة هعمل معاه يعني ان هو هيتجوزني؟ وحتى لو طلقني ازاي هبقى هعدي قدامه ويكون وشي في وشه كده؟ طبعا الموضوع كان بالنسبة لي صدمة كبيرة. المهم عدت شهور العدة من هنا، وقام جايب لي ابن اخوه وجاب شيخ وقام كاتب الكتاب علينا احنا الاتنين ومعاهم 2 شهود، وطبعا الشهود دول كانوا غرب، مش يعني من برا البلد خالص.
كتبنا الكتاب كده وحصلت حاجة اللي عمري ما كنت متوقعاها. الشيخ طبعا قال لنا كده بينا وبين بعض، يعني لازم يدخل بيكي رسمي، يعني لازم تعملوا علاقة كاملة علشان ينفع بعد كده ان هو يطلقك وترجعي لجوزك. يعني لازم تعملي علاقة كاملة علشان ينفع كده بعد كده ان هو يطلقك وترجعي لجوزك، غير كده هيبقى مخالف للدين. يعني لو ما عملتش كده جوازك هيبقى باطل منه، ولو رجعتي لجوزك هتعتبري ان انت عايشة زنا. طبعا قعدت افكر واقول له طب اعمل ايه. طبعا انا اول ما سمعت كده فضلت الطم على وشي واصوت، وفضلت افكر جامد واقول يا ربي طب انا هعمل ايه دلوقتي، ازاي هيجيب لي ابن اخوه، انا مش داخله دماغي خالص. طب انا ايه اللي يجبرني على كده، وانا اصلا كنت متمسكه ان الشيخ ما يكتبش خالص. المهم قلت له خلاص مفيش مشكله. وطبعا انا قلت له مفيش مشكله علشان انا قررت بيني وبين نفسي اني انا اتجوزه وخلاص، وما يحصلش بيني وبينه اي حاجه. طب لو حصل كده هقول ايه؟ هقول له طلقني وخلاص وما رجعش لجوزي؟ طب ما انا حطيته في ورطه، اعمل ايه يا ربي. المهم هو عمل محلل وكتب الشيخ علينا، وجات ليلة الدخلة. وطبعا اتفاجئت بصدمة عمري. تخيلوا ابن اخوي يقول لي ايه؟ ابن اخوه في ليلة الدخلة بتاعتي بيقول لي انا بحبك من سنين وكنت معجب بيكي قوي، وكانت ظروفي المادية مش مساعداني اني انا اتقدم لك، وسبحان الله يشاء القدر ان عمي اللي ياخدك. وانا طبعا من حبي فيكي واحترامي ليكي ما كنتش مبين اي حاجة، وكنت مستخسرك قوي في عمي اللي كان بيهينك وبيبهدلك ويضربك، وانا شايفك ان انت جميله ومحترمه ومؤدبه وما تستاهليش منه كده خالص. انت تستاهلي واحد احسن من عمي بكتير، كان فعلا لازم يحتويكي ويعوضك بالحنان اللي انت محرومه منه. انا مش عارف انت صبرتي عليه ازاي، وازاي انت استحملتي تعيشي معاه العيشه دي علشان تكوني اسيره عنده كده وزي الذليله وبيبهدلك ويضربك. انا طبعا يا جماعه سمعت الكلام ده أول مرة أسمع كلمة حلوة من حد، أول مرة أحس بدعم ليا، أول مرة أعرف يعني إيه راجل حنين، أول مرة أحس يعني إيه راجل أصلا بالرقة دي. عايزة أقول لكم إن كلامه بصراحة دوخني، لحد ما قلت له هو الكلام ده كله ليا؟ بصلي كده وبيقول لي اه طبعا انتي تستاهلي اكتر من كده. قلت له ده انا عشت قد ما عشت، ما لقيتش حد بيحبني ولا حتى وصل لي كلمة حلوة. عايزة اقولك ان انا اتجوزت عمك سنتين كاملين، عمره ما عاملني كبني ادمة. كل ده وانت بتقولي انا بحبك قبل ما عمي يتجوزك؟ ياه، ده انت صبرت كتير قوي. وكنت بقى بتشوفني بأي نظرة وانا في الليل والنهار وانا طالعة ونازلة قدامك، كل ده حب وخفي عني. عايزة اقول لكم بقى يا جماعة بصراحة كلامه جذبني قوي وعجبني، ولقيته بيقول لي لو تسمحي لي ان انا اكون جوزك بما يرضي الله واعوضك عن الحرمان اللي انت شفتيه، وانا بالنسبة لي عمري ما هطلقك، لكن لو انت عايزة ان انا اطلقك علشان ترجعي لعمي انا ما اقدرش اغصبك على العيشة معايا، بس صدقيني هعوضك ومش عايز منك اي حاجة. والحمد لله انا قادر اقف على رجلي دلوقتي وبشتغل الحمد لله وبيجيلي دخل ثابت وهعيشك ملكة. كلامه بصراحة أثر فيا قوي، ما بقتش مصدقة ان انا عايشة اصلا واني انا سامعة الكلام الحلو ده منه. لقيت نفسي مستسلمة قدامه لحد ما تعاملنا مع بعض زي الزوج والزوجة بالظبط. وعايزة اقول لكم حصل بيني وبينه زي اي اتنين متجوزين اكتر من مرة لحد ما حسيت معاه بالامان. تاني يوم بقى بالظبط لقيت طليقي عمال يخبط جامد على الباب لحد ما كان الباب هيتكسر من كتر الخبط، وعمال يقوله يلا طلق، انا مش عايزك تقعد هنا. هو انت لسه قاعد ليه؟ قاعد بتعمل ايه؟ راح قايل له انا مش هسيب مراتي، دي مراتي وحبيبتي، حبيبتي اللي طول عمري بحلم بيها، انت مالكش مكان هنا، يلا اطلع بره. قام بقى جاي علشان يمد ايده عليا ويضربني، وراح باصص لي كده وقال لي انتي سايباه يتكلم معايا كده؟ انتي عملتي ايه؟ وعايز يتهمني بقى في شرفي رغم اني انا متجوزاه على سنة الله ورسوله. رحت بصله كده وقايلاله المحلل حلال، او انت هتحرم حاجة حللها ربنا؟ لحد ما جه عليا وعايز يضربني، قام طبعا ابن اخوه اللي هو جوزي المحلل مسك ايده وقال له من النهارده انت مالكش ضرب عليها ولا كلمة عليها ولا ترفع عينك في عينها تاني. اصلا انا اللي هنا اقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، وانا بقولك اهو اطلع بره علشان ما ينفعش تبقى موجود هنا. انت راجل غريب دلوقتي واقف قدام مراتي ليه؟ يلا اطلع بره. وقام فعلا طرد عمه، وحصلت مشكلة كبيرة في العيلة والبيت كله
البيت كله اتقلب عليا زي انا اوقع بين العم وابن اخوه. بيقولوا عليا بقى ان انتي انسانة شيطانة، رغم ان هما لما كانوا بيسمعوا هو بيضربني وبيأذيني وبيبهدلني عمرهم ما فكروا في يوم ان هما يحوشوه او حتى يقولوا له اعملها بما يرضي الله. دي بنت ناس، او عمرهم ما اتدخلوا معايا في صلح، كانوا بيسيبوه يضربني ويبهدلني. ولما جه بقى ابن اخوه علشان احس بقيمتي معاه كلهم بقوا ضدي. كلهم بيقولوا لازم تطلق مرات عمك علشان ترجع لجوزها، وما ينفعش تخسر عمك، انت كده بتعمل مشكلة بين الاخوات، ابوك هيخسر عمك وهيبقى في مشكلة في العيلة. طبعا انا قلت له انا متمسكة بيك قوي، ولو انت عايزني اتمسك بيا، لو انت خايف من العيلة طلقني. قال لي لا طبعا انا مستحيل وعمري ما هسيبك ولا هطلقك. وفعلا خد لي شقة بعيد عن بيت العيلة وعشت معاه، بس المشكلة الوحيدة ان طليقي عايز ياخد بنتي مني اللي عمرها سنة ونص، تعتبر رضيعة. وبصراحة انا مش عارفة اعمل ايه، ومش قادرة ان انا اتخلى عن بنتي، وفي نفس الوقت انا بحب جوزي، فعايزة نصيحة منكم، قولولي اعمل ايه. طبعا اتمنى اشوف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة.